تعالوا اوريكم طريقة اللافا كيك او المولتن كيك. كيكة كده تحفة وسهلة قوي، بتتعمل في 5 دقايق. هنبدأ اول حاجة بان احنا نجهز خليط الشوكولاتة اللي هو عبارة عن زبدة وشوكولاتة. هندخلهم الميكرويف يسيحوا، او ممكن تسيحوها على حمام بخار. خلوا بالكم هو مش هياخد وقت طويل في الميكرويف، لو دخلتوهم يعني حوالي دقيقة تقريبا. هنسيب بقى خليط الشوكولاتة السايحة على جنب، وهناخد البيض الكامل وصفار البيض والسكر والفانيليا ونضربهم مع بعض كويس قوي لحد ما يختلطوا كويس. لما هنضرب البيض والسكر كويس مع بعض هننزل عليهم بقى بالشوكولاتة السايحة ونكمل تقليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقعد نقلب فيها لحد ما يختلطوا كويس ببعض. الشوكولاتة تختلط بخليط البيض ده. بعد كده هنحط لها دقيق وملح، بس مش هنحط دقيق كتير، هنحط معلقتين بس كبار دقيق مع رشة ملح، علشان الدقيق لو زاد مش هتطلع سايحة من النص، فخلوا بالكم ما تزودوش الدقيق. لو تحبوا كمان ممكن مع خليط الشوكولاتة تحطوا معلقة نسكافيه او شوت اسبريسو عشان يظهر طعم الشوكولاتة زيادة. هنجهز بقى 4 راميكنز او بايركس صغيرين. هندهنهم كده بالزبدة، تبقى زبدة طرية، ونحط معاهم كاكاو، نبدر عليهم كده كاكاو علشان بس الكيك ما تلزقش. كمان لو تحبوا ممكن بدل الكاكاو تحطوا دقيق، بس انا بصراحة بحبها بالكاكاو اكتر، بس يعني لو ما عندكوش كاكاو تقدروا تحطوا دقيق. بعد كده هنحط الخليط، هنقسمه على ال4 راميكنز اللي عندنا دول، وهندخلها الفرن. يبقى فرن سخن درجة حرارة 450 فهرنهايت او اللي هي 230 سلسيوس. هتاخد من 8 ل 10 دقايق لحد ما بس تستوي من الجناب ومن فوق، لكن من النص خلوا بالكم لازم تبقى مش مستويه كويس عشان تبقى راني بالشكل ده. لما تطلع من الفرن سيبوها دقيقه وبعدين اقلبوها في طبق، ويا اما ترشوا عليها سكر بودره كده، يا اما تحطوا عليها نوتيلا او حتى ايس كريم، بتبقى تحفه. سهله قوي منقذه، لو جايلكم ضيوف على غفله لازم تجربوها، خطيره يا جماعه. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الوصفات التانية، وبالهنا والشفا.